مين مننا مش بيعاني من بطء البرامج مع زيادة عدد المستخدمين، واللي بتنحصر نسبة كبيرة من المشكلة في الداتابيز، واللي مجرد ذكر اسمها بيرعب كتير مننا لأن الأخطاء فيها صعب إنها تتحل أو نتراجع عنها، ولكن ممكن نمنعها من الأول. وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين، والحل هو اختيار نوع الداتابيز المناسب من الأول. وهنا يجي نوعين مفيش تالت، يا سيكوال يا نو سيكوال. وعلشان نقدر نجاوب سؤالنا هنرجع شوية الأوائل عام 1938 وإنشاء أول كمبيوتر ديجيتال على إيد الجيش الأمريكي، توربيدو داتا كمبيوتر. واسمه ده لأن مهمته إنه يعرف الحسابات الصح علشان أضرب التوربيد فيصيب الهدف. ومفهوم الكمبيوتر في الوقت ده كان إنك تديله بيانات يقوم معالجها ومخرج لك النتيجة، ولكن مع الوقت بقى في احتياج إني أحفظ المعلومات دي وأسترجعها، مش كل مرة أضطر أحسبها. واللي يحدفنا بعد كده لعام 1957 وإصدار أول هارد ديسك على إيد IBM ومساحة خيالية 3.75 ميجا بايت، والبيانات فيه كانت عبارة عن شوية بت وليها أدرس عنوان وملهمش علاقة ببعض. وهنا يجي السؤال، ايه الطريقة اللي اقدر استخدمها علشان اتعامل مع البيانات دي واربطها ببعضها؟ واتفقوا على 3 اشكال لحفظ البيانات. اولهم النافيجيشنال، واللي بتستخدم نتورك موديل، وكل ريكورد في الشبكة بيتربط بالتاني باستخدام الادرس الفعلي اللي محفوظ بيه على الهارد ديسك. وعلشان تسترجع معلومة من عليه كان لازم تكون عارف الادرس ده ومنه تروح للي بعديه، وهكذا زي اللينكد ليست واللي اتكلمنا عنها قبل كده في الحكايات اللي فاتت على القناة، واللي ما كانش عملي بشكل كافي لأن في حالة تغيير أماكن البيانات دي زي نقلها من هارد للتاني ممكن تضيع. وجه إيجر فرانك وشهرته تيد في 1970 واقترح مفهوم جديد واللي مكمل معانا، وهي الريليشنال داتابيز، واللي معروفة دلوقتي بالسيكوال داتابيز، علشان يحل المشكلة دي. واللي وصفها إن بدل ما نستخدم لينكد ليست علشان نحفظ البيانات هنقسم البيانات دي في جداول حسب نوعها، والأعمدة بتاعة الجداول دي هي الخصائص بتاعة كل نوع، وكل جدول لازم يبقى فيه عمود بيتحفظ فيه رقم مميز ما بيتكررش لكل ريكورد بدل مكانه الفعلي على الهارد ديسك. وبالتالي اتحلت مشكلة نقلها من مكان للتاني، ومن هنا ظهر مفهوم الداتابيز. وعلشان في علاقة بين البيانات اللي في الجداول بقى اسمها ريليشنال داتابيز، واللي جه عم تيد تاني وحدد 12 قاعدة علشان الداتابيز دي يتقال عليها ريليشنال وما تبقاش سايبة، واللي غالبا مش بيتطبقوا كلهم، ولكن ركزوا على نقطتين منهم ولو اتحققوا نقدر نعتبرها ريليشنال، ان يكون فيها امكانيه عرض المعلومات في شكل جداول ليها صفوف وليها اعمده. والحاجه الثانيه اني اقدر اضيف او احذف او اعدل البيانات دي، واي داتابيز لازم يبقى ليها لغه تفهمها. ومن هنا ظهرت السيكوال، واللي معظمنا بيواجه صعوبه في تعلمها لانها مرتبطه بقواعد معينه تعتبر لغه برمجه في حد ذاتها. فبقيت علشان تقدر تبني ابلكيشن لازم تتعلم لغه البرمجه وجنبها السيكوال، وفضل الوضع على ما هو عليه، وابتدوا يستخدموا الطريقه دي لحد 1990 وظهور الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، يعني البرمجه الكائنيه. وده لان البيانات كانت بتتحفظ في شكل اوبجكتس او كائنات، يعني حاجه كده ليها صفات وخصائص ولكن مش معروف نوعه. مثلا اقدر اقول على العربيه اوبجكت وخصائصها هي لونها وماركتها، والعلماء لاحظوا ان ده شبه الجداول بتاعه الداتابيز. وفي عام 2000 اتبنى عليها الجيل الجديد من الداتابيز، الان ريليشنال داتابيز زي النو سيكوال، واللي كانت حاجه كاجوال كده لانها بتطبق فكره الدي نورماليزيشن، واللي بتتحفظ البيانات فيها في هيئه اوبجكت، وممكن كل اوبجكت يبقى مختلف عن التاني جوه نفس الداتابيز وبتكبر بشكل افقي. يعني اقدر اضيف بيانات جديده لنفس الاوبجكت ومحتاجش اكريت واحد جديد. فاحيانا بتلاقي عدد البيانات قليل ولكن ممكن واحد منهم يبقى حجمه كبير جدا، ورغم كده بتبقى اسرع من الريليشنال داتابيز، لان الريليشنال داتابيز او السيكوال داتابيز بتكبر بشكل راسي. يعني لو عايز ازود حاجه بحتاج اضيف اعمده جديده بداخل الجدول او اني اضيف جداول جديده، ولما هاجي هجمع البيانات دي من اكتر من مكان ساعتها هستهلك رام وبروسيسور بشكل كبير، ودي حاجات صعب انك توفرها لانها تكلفتها غاليه جدا. واللي على العكس النو سيكوال هو اوبجكت وبيبقى فيه كل حاجه متصله بيه، واللي بتكلفك ستورج وده ارخص بكتير. ومن هنا بقت افضل نوع داتابيز وانتشرت بشكل كبير. بالاضافه للنقط اللي فاتت هي كمان سهله ومش محتاج تتعلم لغه تانية علشان تستخدمها، والداتابيز فيها مش مقيده باي سكيما. وهل ده معناه ان
سؤالنا في بداية الحكاية جوابه هو النو سيكوال، قبل ما نأكد إذا كان ده صح ولا لأ لازم نعرف إيه هي عيوبها الأول، واللي هنشوفها في أكبر ميزة ليها، وهي إن شكل البيانات أو السكيما مش مقيدة بشكل معين. يعني ممكن يبقى عندك حاجتين محفوظين في نفس الداتابيز وليهم خصائص مختلفة، واللي مع كبر الداتابيز هيبقى مزعج جدا. والحاجة التانية وهي البحث، ونفترض إن عندي داتابيز فيها أنواع كتير من العربيات، ومثلا عايز أحدد عندي كام عربية لونها أصفر. في النو سيكوال الموضوع أبطأ من السلحفة، لأنها هتفوت على كل ريكورد واحد واحد، وده على عكس السيكوال داتابيز واللي البيانات فيه محفوظة بطريقة منفصلة في شكل جداول، وبتستخدم طريقة متقدمة جدا في البحث وهي الاندكسز. ولكن رغم كل ده مش هيصب في صالح أي واحدة منهم، لأن لو الداتابيز اتعملت غلط من الأول سواء كانت سيكوال أو نو سيكوال هتبقى بطيئة جدا. والحاجة الأخيرة وهي الريد والرايت، ونبتدي بالريد أي استرجاع البيانات، والسيكوال بتتفوق على النو سيكوال في النقطة دي، ولكن في الرايت أي تعديل البيانات النو سيكوال تفوقت عليها، ولكن مع حجم البيانات الكبير السيكوال هتبتدي تتفوق. وبالتالي مش هنقدر نقول ان واحدة فيهم افضل من التانية، ولكن ده هيتحدد على حسب احتياجاتك، والافضل انك تدمج بينهم هما الاتنين، وساعتها تبقى استفدت من سرعة وسهولة النو سيكوال، وفي نفس الوقت ميزة السيكوال في الحفاظ على الاستقرار في حالة معالجة كم كبير من البيانات ونظامها وقواعدها المحددة، واللي تضمن لك ان اي حد هيستخدمها هيلتزم بشكل معين للبيانات. وبكده حكاية النهاردة خلصت على كودكس لاين، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تتابعوا الحكايات اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.